السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كلمتني وقالت لي في التعليقات إن عايزين يعرفوا طريقة صيانة البانل بتاع الكيوسيرا، الألوان أو الأبيض وأسود. بيظهر طبعا في الزرار كتير بتبقى تقيلة أو فيها مشكلة، أو موضوع السليب بيبقى الزرار فيه مشكلة كبيرة. فطبعا أنت عايز تعمل صيانة للبانل بتاعتك بحيث إن الزرار بتاعتها تبقى شغالة كلها كويس. فأنا أعلمك إزاي تعمل صيانة دلوقتي بنفسك من غير ما تحتاج لفني أو مهندس صيانة. بس كل اللي طالبه منك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ولايك للفيديو. تعالى بقى معايا أعلمك إزاي إن أنت تفك الشاشة وتفك البانل تعمل له صيانة بنفسك. أول حاجة بيبقى اللي متحكم في البلاستيكة كلها ديت بيبقى فيه مسمار هنا. لو خدت بالك هتلاقي هنا في مسمار. تمام، ده اول حاجه انت بتفكها اهو. المسمار بيبقى تحت كده الحته دي. فك المسمار ده اول حاجه. تمام، بعد ما فكيته كده هتبص هتلاقي البانل الكفر السفلي بتاعه رايح معاك اهو، فتح. تمام، نيجي بقى نبص هنا على البانل من الجنب. هنلاقي مكان اليو اس بي. تمام، هو مربوط بمسمارين بس هو دلوقتي يعني في مسمار واحد. هنفك المسمار الاولاني بعد كده هنفك المسمار التاني. عايزك تتابع معايا الفيديو ما تطلعش عشان بجد الفيديو ده هتفهم منه حاجات كتيره جدا. تمام، احنا فكينا طبعا كابل اليو اس بي اهوت من مكانه. هنلاقي ورا في مسمارين هما اللي ماسكين الشاشه، واحد من هنا. معلش انا اسف لو التصوير مش كويس بس انا بعمل اللي عليا. واحد اهو، ومسمار تاني بيبقى جوه هنا. فك المسمار التاني ازاي؟ بتحط المفك من هنا اهو، من هنا كده، وبتوصل للمسمار التاني بتفكه. تمام، انا شايله برضه عشان اسهل عليكم وقت الفيديو. فك المسمار بتاعنا، والناحية التانية بيبقى فيه برضو مسمارين نفس اللي هنا الناحية التانية. يعني لما هو برضو معايا هتلاقي ان هي بايته برضو على مسمارين. ادي واحد اهو هنا، وواحد اهو، مسمارين. هفك المسمارين. انت بقى علشان تجيب مهندس صيانة او فني مكن تصوير يجي يعمل لك الموضوع دوت مش اقل من 300 جنيه، ان هو يفك الشاشة ويعمل لك ليها صيانة للبانل وكده 300 جنيه. فانت طبعا ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعملها لوحدك ومش هتحتاج لاي حد. انا عارف ان في ناس كاتبه لي في التعليقات ان احنا عايزين طريقة صيانة البانل، وانا طبعا عيني ليكم. احنا عاملين القناه دي عشان نساعد الناس اللي محتاجه. تمام، انا فكيت الاربع مسامير، مسمارين من الجنب هنا ومسمارين من الجنب هنا. تمام، بعد ما فكيتهم كده هبدا ان انا احرك الشاشه بتاعتي اهي. الشاشه طلعت معايا اهي. لو جيت معايا بصيت هنا، ادي اول كابل هشيله. تمام، وبيبقى فيه البلاستيك اللي ماسك السلوك ده كده، هشيله برضو اهو، احطه على جنب. وابدا ان انا اطلع الكابلات. فك اول كابل، وادي التاني، وادي التالت. طبعا بعد ما فكينا البانل بتاعنا كده بيبقى هو شكله كده بالظبط. ده البانل احنا فكينه بره المكنه اهو. تمام، احنا عايزين نبدا نعمل له صيانه. هنا انت اول حاجه هتعملها انك هتشيل الكابل ده، كابل الفلاته ده هتشده كده لفوق. ادينا شلناه كده. هتبدا ان انت تفك جميع المسامير. اول حاجه اللي موجوده في البانل، اي مسامير تقابلها هنا في البانل انت بتفكها. وبجد لو ما عملتش اشتراك لحد دلوقتي في القناه ولايك في الفيديو يبقى انت مش بتدعمنا. تمام، انا كده فكيت كل المسامير. ابدا ان انا افك اللوحه الكارته ديت بالكليبسات اللي في الجناب. اللي ماسك دلوقتي الكليبسات. تمام، انا طلعت البانل بتاعي اهو.
تمام. انا عندي مثلا زرار التصوير بيعلق معايا او ايا كان، المهم ان احنا نعمل لها صيانه كامله. عندك حل من الاتنين، يا اما تجيب مثلا بنزين او تربنتينه او ايا كان حاجه، مثلا ماده بتتحط، وتشوف الزرار اللي بيعلق معاك وتبدا ان انت ايه، تحط عليه ماده البنزين او التربنتينه وتدوس عليه كده شويه، وبعد كده ترجع تحط له تاني. وبعد ما تخلص هتجيب فرشه سنان وتقوم جاي مثلا حاطط من ورا هنا، وتبدا بفرشه السنان ان انت تنضف كل الكلام ده، وبرده فرشه السنان تنضف الحاجات دي. والاهم من كده ان انت تطلع زرار البانل برضو بفرشه سنان وتربنتينه او تينر او اكاي او كحول ايا كان اي ماده. تمام. وتبدا تجيب الحروف دي، الحروف اللي ديت بيبقى كلها تراب، برضو بتبقى سبب من الاسباب اللي بتخلي البانل معاك او الزرار تقيل. تبدا برضو ان انت بفرشه السنان تنضفها كويس. تمام. بعد كده هتبدا ترجع كل حاجتك بعد ما نضفت كل حاجه. تمام. هتبدا ترجع الكارته بتاعتك تاني، انت خلاص نضفتها وعملت كل الزراير والحمد لله يعني انت ظبطتها. تبدا ترجع كل حاجتك تاني، وبعد كده تخش على الكارته التانيه. انا مش هربط مسامير دلوقتي، هربط المسامير بتاعتي ان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو علشان اسهل عليك الوقت. تمام. الكارتة التانية دي مهمة برضو، بتتحكم في نور الشاشة، وبتتحكم في حاجات ياما جدا في الشاشة والتاتش وكده. برضو ممكن يكون التاتش ساعات معاك بيعلق. البلاستيكة ديت بتتشال بس بمسمارين، مسمار هنا ومسمار هنا، هحطها بردك على جنب كده. تمام. وهبدأ ان انا افك الكارتة ديت لان هي مهمة. تمام. طب احنا بنفك الكارتة دي ازاي؟ لو لاحظت هنا هتلاقي كابل فلاتة. تمام. بتفك كابل الفلاتة ده ازاي؟ بتشد البتاع السودا دي، اللوك الاسود ده، تشده لبره اهو. شدته لبره، ببدا اطلع منه كابل الفلاته بسهوله، بس لازم اشد الاول البتاع السودا دي لبره كده. تمام. بعد كده بفك كابل الفلاته ده، بفتح كده واقوم جاي مطلع كابل فلاته، كابل الفلاته بتاعي عادي، وابدا افك المسامير ديت. وبجد ركز معايا في الفيديو دوت، لانك هتطلع من الفيديو ده مستفاد كتير جدا، وبجد هتستفاد بجد. تمام. انا كده فكيت ايه، المسامير بتاعتي. طلع كارتتي. تمام. طب انا عايز اعمل صيانه للكارت ديت. بتجيب اكاي وبتبدا ان انت ترش، وفرشه سنان بتبدا ان انت تنضفها كويس في الوشين. برضو بترش هنا اكاي، اي نوع اكاي يكون كويس، وتبدا برضو في فرشه السنان وتستنى لحد ما تنشف. بعد كده بتبدا ترجع كل حاجتك زي ما كانت. طب انا دلوقتي مثلا هندسه، بعد ما خلصت انت ما ركبتش البانل قدامي، فانا ما عرفتش انت بتركبها ازاي. هترجع تشغل الفيديو تاني، هتمشي بنفس الخطوات اللي انا فكيت بيها، ان انت ترجع كل حاجه بيها هي بالظبط. انا كل اللي طالبه منك تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو. انا عايزك تدعمني على اليوتيوب عشان انا بساعدك، ولو عوزت اي حاجه طبعا تكتب لي في التعليقات هندسه عايزين نفهم منك كذا، وانا عيني ليك مش هتاخر عنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو قابلك الايرور بتاع الاف الثلاث زيروهات، اف 3000 في المكنه الكيوسيرا، فده بيبقى عيب البوكس. بص، تفتح الظهر كده بيبقى فيه الكنترول ده، هي دي المشكله اللي بتدي اف 3 زيروهات. طب احنا نحل المشكله دي ازاي؟ لازم تغير الكنترول ده كامل، ده بتشتريه من اي حد بتاع مكان تصوير او اونلاين، وبتفتح الظهر من ورا بس اللي فوق، وبتبدا ان انت تشيل الجاكيت دي بعد ما بتصورها بالتليفون بتاعك عشان تتاكد ترجع كل حاجه زي ما كانت، وبتغير البوكس دوت، وان شاء الله بعد كده المكنه هتستجيب. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم. تعالى بقى اعرفك ازاي احنا بنملى علبة الحبر لما تكون لسه جايب مكنة جديدة وعايز تملى الحبر فيها. فطبعا انت بتستغرب ان هو ازاي انا املى علبة الحبر، فانا اعرفك الطريقة ازاي ان انت تملى علبة الحبر. بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو. وتعالى اعرفك دلوقتي ازاي بيتم ملء الحبر بالطريقة الصح. انت لما دلوقتي علبة الحبر لما تكون المكنة لسه جاية جديدة، انت اول حاجة بتعملها بتخرم لها خرم من النهار.
زي ما انت شايف كده، انت بتجيب اي حاجه سخنه مدوره، يا اما اي حاجه زي قطر او حاجه، وتبدا تعمل فيها خرم كده زي ما انت شايف. وبعد كده بتجيب كيس الحبر، بتملى الحبر ان هو، وبعد ما تخلص بتقوم جاي قافل بوش كرتون بطريقه صح جدا. تمام. في معظم الناس بتملى من هو، بس دي مش طريقه كويسه لانك مش بتعرف تقفلها كويس. بس الطريقه الكويسه ان انت تخرم العلبه، علبه الحبر من فوق بالشكل دوت، وبعد ما تفضي الكيس فيها بتقوم جاي قافلها ببلاستر او بشكرتون حاجه قويه. واهم حاجه انك ما تبقاش سايب فراغ بحيث ان مثلا الحبر ممكن يطلع من العلبه تاني. الطريقه الصح بقى لتركيب علبه الحبر، عشان في ناس ياما بتتلخبط فيها، احنا بعد ما بنحط علبه الحبر كده يبقى لازم اللوك ده يتقفل، لانك لو ما قفلتش اللوك ده كويس المكنه بتديك ادنج تونر، معنى كده ان مثلا مفيش حبر بيتعوض في المكنه. فلازم اهم حاجه اللوك الازرق اللي انت شايفه قدامك ده لازم تقفله كده صح. تمام. وفي ناس ياما برضو بتتلخبط في الموضوع اللي هو بتاع علبه العادم. انت لازم كل فتره الزرار اللي قدامك ده علبه العادم، بتدوس على الزرار ده فبتطلع لك ايه البوابه دي كده اهوت. فحضرتك بتطلع العادم ده، دي بتبقى علبة العادم. أبوة العادم دي لازم كل فترة إنك تفضيها، لأن هي ممكن تديك عطل وممكن تديك حاجات كتيرة. فأنت بتستخدم الفتحة دي بحيث إن أنت تفضي العادم ده في الزبالة. ده ما بتحطش فيه حبر، ده الوساخة بتاعت المكنة وبتاعت الحبر بتطلع كلها في العلبة دي. فاحنا بعد ما بنفضيها ونتأكد إن هي فاضية بنمسح البوز ده كويس كده بحتة خرقة مثلا أو ببلور. وبعد كده بنحط العلبة مكانها، جايين قافلين الباب دوت، وبنتاكد طبعا ان اللوك مقفول كويس. ده اهم حاجه يا جماعه، لان في ناس سما مش بتقفله، بيفضل مفتوح كده، وده طبعا غلط. عشان كده المكنه بتدي اعطال. وبعد كده بنقفل المكنه وبس. فانا عايزك بقى ايه تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد في اكاديميه اسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتسألنا على موضوع الحشر الوهمي، إن أنت بيبقى مفيش ولا ورقة محشورة وأنت شايل كل الورق اللي موجود في المكنة، وبرغم ذلك بتفضل تدي علامة الحشر. فأنا جاي أعرفك إزاي تلغي موضوع علامة الحشر دوت، بما إنك شلت كل الورق ومفيش أي حاجة محشورة في المكنة، ولسه بتعلم معاك إن هي في ورقة محشورة في السخان وفي ورقة محشورة في المكنة ذات نفسها. فأنا دلوقتي هعرفك بطريقة سريعة جدا إزاي تحل المشكلة ديت. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو، وتعالى بقى اعرفك ازاي تحل المشكله ديت في اقل من 10 دقايق بالظبط. اول حاجه هتفتح الباب الجانبي بتاع المكنه. تمام. وهتقوم جايب كهنه مبلوله تبلها كويس. تمام. جيبه في النور اهو. هنا بيبقى فيه سنسور، لو انت واخد بالك منه السنسور ده، وهنا بيبقى فيه سنسور تاني. الاتنين دول ده وده هتمسح ده كويس كده، كويس جدا. تمسحه كويس جدا بكهنه مبلوله. بعد كده بكهنه ناشفه. معلش انا اسف لو الاضاءه مش واضحه، بس انا بحاول يعني ان انا اوريه بطريقه كويسه. اهو المربع ده سنسور، بنمسحه كده كويس. وفوق ده كمان بنقوم جايين ماسحينه كده كويس جدا برضو. تمام. وبعد كده بنقفل الجنب ونخش هنا على برنامج 1087 1087 معلش هي بس عشان دلوقتي بتعمل ريفرش عشان نلغي الاوردرات، طيب علشان نعملوها. تمام. 1087 طبعا زي ما انت شايف كده هو الحشر اتشال. اولا موضوع الحشر اتشال، بتكتب 906، خش على برنامج 906 وتقوم جاي دايس تصوير، هيجي لك اكسكيوت ديت، وتقوم جاي دايس عليها ودايس تصوير مره تانية، وهتستنى لحد ما المكنه تديك اوف اون. تمام. بعد كده بتطفي المكنه وتشغلها. وبالشكل ده كده بتبقى انت لغيت موضوع الحشر اللي بيظهر وهمي، ان انت يظهر لك حشر وهمي ومفيش اي ورقه محشوره ولا اي حاجه. وطبعا المشكله الحشر الوهمي دي بتبقى عن طريق حاجتين، يا اما في الجنب هنا، يا اما بيبقى سنسور الدرج معلق. وسنسور الدرج ده بقى اوريه لك ان شاء الله في فيديو قادم. بس قبل ما ننهي الفيديو عايزك تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتكلمنا على موضوع الحشر في الفيدر، انت عندك مكنة ولما بتيجي تشتغل دايما بتحشر معاك في الفيدر اهوت، فانا هعرفك ازاي دلوقتي ان انت تعالج موضوع الحشر ده بكل سهولة ومن غير ما تحتاج ان انت تجيب مهندس او تحتاج ان انت تدفع فلوس علشان تحل مشكلة حشر الفيدر. دي مكنة كيوسيرا زي ما انتم شايفين، واللي انا هعمله ده بيمشي على اي مكنة كيوسيرا او ريكو او زيروكس او ايا كان نوع المكنة بيمشي عليها الحل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده. انت هتجيب كونة مبلولة، حته خرقه تبلها كويس، وتقوم جاي فاتح الفيدر من اهوت، وهتلاقي عندك البقره ادي واحد ادي اتنين، طقم البقر اللي هنا هوت دوت، وشويه البقر اللي قدامك دول. هتجيب الكونه المبلوله وتبدا تمسح البقره دي كويس، تمام، وتقوم جاي لاففها كده وتبدا تمسحها وتلف وتمسح بحيث ان انت تضيع اي تراب من عليها. ودي لباده برضك بتلفها عشان بتمسحها، علشان دي اللي بتخلي الورق بدل ما تاخد ورقتين ثلاثه مع بعض، دي اللي بتحجز الورق. بنمسحها برده كويس، وبنمسح اي حاجه مطربه جوه الفيدر. بعد كده بنخش على البكر ده تمسحه كل واحده واحده كده، وتقوم جاي لافف لفه ومسحه برضك، تفضل تمسح فيه كده لحد برده ما تضيع اي تراب موجود عليه، تمام. وبرده الطقم ده بيتمسح كده كويس زي ما انتم شايفين. انا بمسحه هنا بفضل امسح فيه، وبعد كده باجي على الطقم البكر اللي فوق ده، وده مهم جدا لازم تمسحه كويس جدا. كل اللي انت بتعمله بتمسح وتلف، بتمسح وتلف كده، بتمسح وتلف، تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. بنمسح كده كويس، تمام. تعالى بقى نجرب دلوقتي الفيدر مع بعضينا كده. بعد ما كان بيحشر كل ورقه، هتيجي على الشاشه اهوت علشان تجرب الفيدر من غير ما تطلع ورق من الدرج. انا عايز اجرب الفيدر، فانا هصور كل دوت هيفضل يطلع لي في ورق من الدرج، فانا هعرفك ازاي تعمل تيست للفيدر. بس هتدوس على الكوبي، هتلاقي هنا اهوت تحت الصوره المربع ده، هتدوس عليه هيبدا يسحب معانا اهو زي ما انتم شايفين. بعد ما مسحناها ان شاء الله تشتغل كويس. انا كل اللي طالبه منك تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو، واهم حاجه اشتراكك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله اي صيانه اي مشكله عندك هتكلمني، هتكتب لي في التعليقات انا عندي مشكله كذا او عطل كذا او المكنه بتحشر معايا في الحته الفلانيه، وانا هعمل لك فيديو ان شاء الله عن حل المشكله دي. بس طبعا تدعمني بالاشتراك وباللايك بتاعك عشان لايكك يهمني وتعليقك برده يهمني. زي ما انتم شايفين كده هي ما حشرتش في ولا واحده، والحمد لله اشتغلت كويس. بس احنا عشان بعدين الورقه ديت اخر ورقه بعدين بعيد برضك، انا دوست عليها هتشتغل طبيعي مفيش اي حاجه. بس كده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله. تعالى بقى اعرفك ازاي احنا بنملى علبه الحبر لما تكون لسه جايب مكنه جديده وعايز تملى الحبر فيها. فطبعا انت بتستغرب ان هو ازاي انا املى علبه الحبر، فانا اعرفك الطريقه ازاي ان انت تملى علبه الحبر. بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو. وتعالى اعرفك دلوقتي ازاي بيتم ملء الحبر بالطريقه الصح. انت لما دلوقتي علبه الحبر لما تكون المكنه لسه جايه جديده، انت اول حاجه بتعملها بتخرم لها خرم من النار زي ما انت شايف كده. انت بتجيب اي حاجه سخنه مدوره، يا اما اي حاجه زي قطر او حاجه، وتبدا تعمل فيها خرم كده زي ما انت شايف. وبعد كده بتجيب كيس الحبر بتملى الحبر ان اهوت، وبعد ما تخلص بتقوم جاي قافل بش كرتون بطريقه صح جدا، تمام. في معظم الناس بتملى من اهوت، بس دي مش طريقه كويسه لانك مش بتعرف تقفلها كويس. بس الطريقه الكويسه ان انت تخرم علبه الحبر من فوق بالشكل دوت، وبعد ما تفضي الكيس فيها بتقوم جاي قافلها ببلاستر او بشكرتون حاجه قويه. واهم حاجه انك ما تبقاش سايب فراغ بحيث ان مثلا الحبر ممكن يطلع من العلبه تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للناس اللي كانت بتكلمنا على موضوع الحشر في الفيدر، انت عندك مكنه ولما بتيجي تشتغل دايما بتحشر معاك في الفيدر اهوت، فانا هعرفك ازاي دلوقتي ان انت تعالج موضوع الحشر ده بكل سهوله ومن غير ما تحتاج ان انت تجيب مهندس او تحتاج ان انت تدفع فلوس علشان تحل مشكله حشر الفيدر. دي مكنه كيوسيرا زي ما انتم شايفين، واللي انا هعمله ده بيمشي على اي مكنه كيوسيرا او ريكو او زيروكس او ايا كان نوع المكنه بيمشي عليها الحل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده. انت هتجيب كونه مبلوله، حته خرقه تبلها كويس، وتقوم جاي فاتح الفيدر من اهوت، وهتلاقي عندك البقره ادي واحد ادي اتنين، طقم البقر اللي هنا هوت دوت، وشويه البقر اللي قدامك دول. هتجيب الكونه المبلوله وتبدا تمسح البقره دي كويس، تمام، وتقوم جاي لاففها كده وتبدا تمسحها وتلف وتمسح بحيث ان انت تضيع اي تراب من عليها. ودي لباده برضك بتلفها عشان بتمسحها، علشان دي اللي بتخلي الورق بدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للعطل اللي بيظهر لك في المكنة الكيوسيرا 7301، طبعا اتفرجت على فيديوهات كتير وبتقابل حاجات كتير وفي الاخر المشكلة ما بتتحلش، فانا اعرفك ازاي تحل المشكلة بطريقة سريعة جدا ويبقى الموضوع سريع جدا. ركز بس معايا في الفيديو، تعمل لايك واشتراك في القناة وتصلي على النبي. تعالى بقى معايا زي مكنة التصوير عندك، هتفتح الباب الامامي كده تمام، وبعد كده هتطلع علبة الحبر تحطها على جنب. تمام، عندنا هنا 4 مسامير، تعالى انا اهوت كده قرب. عندنا هنا مسمار، بس طبعا انا هحلل المسامير عشان يبقى الفيديو سريع عليك. واحد، وادي 2 فوق، وادي واحد، وادي التاني هنا تحت. تمام، وبعد كده هتفك المسمار بتاع الوش دوت وهتفتحه، وهتقوم جاي خلع الكابل ده. تمام، انا كده خلعت الكابل وفتحت الحزام بتاع الكابل وطلعته كده على جنب. هقوم جاي دايس على علبة العدم دي مطلعها لبره كده، وهنا في لوك اهو ينزل لتحت، وهنا برضو ايه في لوك. طبعا انا بشرح لك الفيديو ده بطريقه سريعه علشان تحل المشكله، وصدقني هي دي الطريقه الوحيده لحل الكود بتاع ال 7301 بكل سهوله. تمام، وهتبدا تطلع الهوبر كده زي ما انت شايف. اولا الكود ده بيبقى مشكله الهوبر، معنى ان هو اداك الكود ده بيبقى الهوبر مسدود. في كذا سنسور كده بيبقوا يعني فيهم حبر مسدود، فاحنا دلوقتي عايزين نسلك الهوبر دوت ننضفه بحيث ان هو ايه يستجيب معانا. تمام، هتعمل ايه؟ هتمسك الهبر في ايدك كده وتبدا تخبط عليه بطريقه كده بالراحه، بحيث ان لو في حبر متجمد فيه او حاجه يبدا ان هو يتسلك معاك. تمام، وبيبقى عندك 3 فتحات في الهبر، لازم ال3 فتحات دول ان انت يعني تضغط ببلاور فيهم او تحاول ان انت تنضفهم كويس. تخبط مثلا، تخبط على الفيدر كده وتحاول ان انت تنضفهم. هي بص هتنزل معايا حبره. تمام، ده اول واحد فوق اهو، بيبقى فوق بتنضفه. تمام، يا اما ببلاور يا اما بالمفك زي ما انا قلت لك. وتاني مخرج بيبقى تحت اهو، ده بردك هتفتحه وتنضفه من الحبر المتجمد جوه اهو. تمام، وبيبقى في واحد تالت هو ده الاخير اللي هو ده، او هو بينزل معايا حبر اهوت. تمام، وطبعا انا كل ما بخبط على الهوبر كده فلو في اي حبر متكلكع بيبدا ان هو يبقى سايب معايا بحيث ان انا اعرف انضفه كويس. بس الافضل طبعا ان انت تحط بلور بحيث ان انت تنضف. ادي الهوبر قدامنا اهوت بشكله الطبيعي، ادي واحد بيتنضف. تمام، تلف الهوبر كده، عندك التاني اهو والتالت تحت اللي هو ده. وبعد ما بتخلص الكلام ده بترجع تركب الهوبر تاني بتاعك. تمام، بتدوس برضو على الجنب هنا والجنب هنا، وبتبدأ ان انت تركب الهوبر بتاعك تاني. وعايزك تركز معايا في الفيديو دوت لحد الاخر عشان بجد هتستفيد فيه وتحل بعد كده كل الاعطال. تمام، نركب الهوبر بتاعنا، بعد كده بنركب الجاك. تمام، وبعد كده بنحطه في القفل اهو، بنقفل القفل وببدأ اركب. ادي مسمار، ادي التاني تحت، وادي واحد اتنين مسمارين برضو فوق بعض، وبركب المسمار الاخير بتاعي. تمام، وبعد كده هركب علبة الحبر. تمام، وهشغل المكنة وان شاء الله اللي هيكون الايرور اللي كان ظاهر عندي ده راح خالص. فعايزك يعني تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وتأكد ان انت طول ما انت معايا ان شاء الله في القناة انا هساعدك في اي عطل بيقابلك. ولو عوزت اي حاجه بتكتب لي في التعليقات، باشمهندس مثلا انا عندي مشكله كذا او عندي كود كذا او المكنه بتحشر في المكان الكذا مثلا، وانا ان شاء الله هساعدك في كل حاجه. السلام عليكم. عندي بشتغل بيه في الكيوسيرا، بظبط بيه اللي هو زر الصيانه اللي هو سيستم منيو ده. حلو الكلام. في حاجه عندي اسمها كومن سيتنج. كومن سيتنج ديت بعمل فيها مثلا الديفولت بتاعي اللي هو الديفولت سكرين هنا هوم. لو انا مثلا مش عايز الديسك توب اللي يظهر بخليها على الكوبي، يبقى في الحاله ديت المكنه اول ما تفتح مش تفتح على الهوم، يعني مش هتديني الديسك توب، هتديني كوبي على طول اللي هو النسخ. دي طريقه، ده الديفولت بتاع الشغل بتاعنا. الساوند عايز اعلي عايز اوطي الصوت اللي هو بتاع التيت تيت وكلام من. في حاجه مهمه قوي بقى اللي اسمها فانكشن ديفولت. فانكشن ديفولت دي مهمه جدا جدا جدا، دي بخشها. دلوقتي انا عندي المكنه ديت كانت الوان وانا حولتها ابيض واسود، كانت الوان وانا حولتها ابيض واسود، يبقى المفترض الكالر سيلكشن كوبي تشينج اخليه بلاك اند وايت. لو انا عملته فول كالر يبقى انا كده بمشي غلط، هاجي اصور هاجي اطبع رغم ان انا هتطلع غلط، هتطلع فيها مشكله. لازم احولها بلاك اند وايت. حلو الكلام. الكالر سيلكت سيند ستوري اللي هو السكانر انا عايزه الوان، هو بيسحب
ولا عايزه ابيض واسود، احنا بنخليه الوان عشان هو كده كده بياخدش من الحبر. حلو الكلام، ديت من الحاجات المهمه جدا في الحته دي. في حاجه تاني، هنرجع خلف كده. دي مهمه قوي، اللي هي اسمها كولر تونر امبيتي اكشن. يعني بقول المكنه دي لو الوان مش ابيض واسود، المكنه دي لو الوان والالوان وقفت بتعمل صفاره فبتوقف المكنه. لا انا بقول لها ايه، لو سمحت انت لو الالوان بتاعتك وقفت يبقى برنت بلاك اند وايت. يبقى في الحاله دي المكنه لو الاحمر وقف او الاصفر وقف ما تصفرليش، هتطبع لي ابيض واسود. ديت برده خطوه كويسه قوي. ليه بقى؟ ان ممكن المكنه تبقى شغاله زي الفل بس عندك الماجنتا اللي هو الاحمر خلص، تلاقي المكنه عملت تيت تيت وقفت، تروح ايه، تروح انت موقفها للعميل. اول ما تروح تجيب له حبر يقول لك طب انا عايز ابيض واسود، اصور ابيض واسود او ابيض واسود لحد ما اجيب الحبر. فانت تعمل له الخطوه دي وتقول له اوكي. المكنه بتقول لها اطبعي ساعه لما المكنه ما بقاش فيها حبر، اطبعي ابيض واسود عادي مش مشكله. هنخليها زي ما كانت عشان بس ايه التعديل بتاعها. هنا الكيبورد بتاعنا في منه اللغات: الجرماني، الفرنش، الانجليزي، والانجليزي اللي هو بتاع يونايتد ستيت. نرجع تاني خطوه كمان مهمه جدا بقى معانا، اللي هو الادجمستنت اللي هو بتاع الصيانه بقى، ده اغلبيه الوقت. الدينستي ده اللي هو الغمقان اللي انا بعمله في الكوبي ده هو اللي هيثبت معايا في المكنه، ملوش دعوه بالعميل. بمعنى ايه؟ انا لما اخليها بلس واحد يبقى المكنه هتثبت على بلس واحد. دي غيرها تماما، غير انهي، غير اللي هي بتيجي على الديسك توب دي اللي هي الدينستي دي، اللي هي دي فرق بين دي وبين دي بتيجي الاوردر واحد بس. يعني لما يجي العميل يتقل الاوردر البلس 1 او بلس 2، بمجرد ما المكنه تعمل سكرين او تعمل سليب او يطفيها وشغلها هترجع الدارك بتاعها زيرو. لا انا بقى بجبرها، بقول لها لا المكنه عندي فيها مشكله مثلا، او انا عايز اغمقها. في الحاله دي لما اخش على الدينست ادجستمنت ديت بخليها تشينج الكوبي اللي هو التصوير، بخليها بلس واحد او بلس اتنين، وقلت اوكي، لا المكنه هتفضل على بلس واحد وبلس اتنين. قفلت المكنه فتحتها مش هتعمل حاجه. حلو الكلام. ده بالنسبه للدور اللي هو الدينستي. في عندي حاجه مهمه جدا 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 اللي هي اسمها باك جراوند دينستي اي جي، اللي هي الخلفيات. ده في الكوبي في التصوير وده في السكانر. هنخليها في التصوير اللي هو ده. يعني ايه؟ يعني مثلا تلاقي مثلا ورقه زي ديت عندك معمول لها خلفيه او باك جراوند، انا عايز الباك جراوند تقيله ولا عايزها خفيفه ولا اخليها نورمال؟ كده انا هخفف، كده انا هتقل. انا ورحت ودايما بعمل الحوار ده في البطايق في اغلبيه الوقت عشان الصوره تطلع كويسه وجميله. بعمل اوكي. طبعا الدرام فريش كلنا عارفين ده مهم جدا. لما تلاقي الورقه اغلبيه الوقت ساعات تلاقي الورقه ايه، كلمه المركز مثلا الطبي دي تلاقي المركز مش كامل، في حته هنا بيضه، حته هنا بيضه، حته هنا بيضه. بعمل ريفريش درام مره والثانيه والثالثه هتلاقي المكنه تظبط معايا. المهم والاهم منهم طبعا الديفولبر ريفريش. الديفولبر ريفريش دوت اللي انا بعمله برضو، اللي هو بيعمل عمليه ريفريش الديفولبر اللي في التانك، عشان برضو المكنه ساعات بتبقى ايه مهيسه كده في الاسود او في الالوان او كلام من ده، عايز المكنه تسحب حبر. ريفريش ديفلوبر بيظبط كل تقييمات المكنه بكل ارقامها. طب الكالبريشن دوت، انا اغلبيه الوقت ساعات بيبقى عندك العميل معاه الورقه وتلاقي المكنه مدياله ارضيه، ان كانت بقى اصفر، احمر، ازرق. قبل ما اغير شفره واتاكد ان في مشكله في الشفره بعمل حاجه اسمها الكالبريشن، دي مهمه جدا دي اهي، واقول له ستارت. مش هيقعد دقيقه واحده تلاقي الامور ظبط. في حاجه كمان، المكنه ديت الليزر بتاعها في مساح اوتوماتيك بيروح وبيجي. ساعات وانا بفتح المكنه بيمسح، لا انا ممكن اخليه يمسح بمزاج. انا بقول له ليزر سكانر كليننج اللي هو ده، واقول له ستارت، هتسمع صوت في موتور شغال بيمسك بقى ايه المسطره من الاول للاخر لكل الليزر بكل الوانه. دي بتفرق في ايه بقى؟ ساعات الورقه تبقى بهتانه، تيجي تبص على قيمه الديفلوبر تلاقي زي الفل، تلاقي المكنه فيها حبر وتلاقي فيها كل حاجه ومغير الدرام والدنيا جميله، وتلاقي الصوره بهتانه. يبقى انا محتاج امسح الليزر بتاع المكنه عشان خاطر الدينستي او الدارك بتاعها يبقى عالي شويه. بعمل ستارت، مش هيقعد شويه وخلاص الدنيا هتبقى زي الفل. اقفل بقى عشان لو في حاجه تانية. خلاص افتح اي فايل عندك واكتب هنا كنترول بانل، اكتب سي او بس كده هتلاقي الكنترول بانل طلعت لك. ادخل على الكنترول بانل وبعد كده هتدخل على الديفايس اند برينتر، هتلاقي فوق اد برينتر اهي،
هتلاقي البرنترات اللي انت اللي متعرفه موجوده هنا، انت مالكش دعوه بيها بقى، انت عاوز تعرف واحد جديد. حلو. انا دخلت ممكن. بص، انا نزلت تحت لقيت مكتوب لي تحت علامه صفرة كده ومثلث اصفر وفي برينتر لا لسه ما ما ديت اتعرفش. انت كده ما تعرفش. حلو. كويس، انت كده هي كمبيوتر اريو بس انت ما عرفتوش لسه. انت هتعمل ايه بقى؟ هتدخل على اد برينتر، حلو. هتخليه هو يعمل سيرش. هو لقى الشارب اللي بره، سيبك من كل ده، قول له لا انا هكنسل كل ده. انت بقى هو بيقول لك ايه، ممكن عاوز بلوتوث ولا تشير نيم ولا لا، انت عاوز لوكال. اد لوكال برينتر، هو ده اللي انت هتعلم عليه. لوكال دي يعني بكابل. تمام. خلاص انت موصلها بكابل وتدوس نيكست. هو بيقول لك الكابل ده يو اس بي ولا نتورك. حلو. لو يو دوست اس بي، نيكست، يو اس بي ودوست نيكست. لا اسمعني بس، يو اس بي انت في كابلات في انواع كتير جدا اهي. انت هتختار بقى ايه اليو اس بي منها. اوكي. لو نتورك يبقى انت هتدخل هنا وتقول له اد بورت سي بي اي بي وتدخل على النتورك. انت مالكش دعوه بالقصه دي خالص، انت تمام. انت كابل عادي خالص يو اس بي. اختار يبقى انه في بقى. الاختيارات دي اه هتدخل. لو في هو هنا مفيش حاجه متوصله فمش ظاهر يو اس بي، بس لكن كتب لي يو اس بي واحد كده بس. يو اس بي 1 ويو اس بي 2 لو انت موصل الجهازين 3. تمام. فانا ادوس يو اس بي انا واحد هتختار. هو انت بتجرب بقى واحد، ولو ما اشتغلش انت بقى شيل الكابل وحطه في كذا مكان. ما انت تمام. عندك مثلا في 3 هيجيب يو اس لي اسم بي. البرينتر مثلا. طيب اسمعني بس واحده واحده. انت كده هتختار في الخانه دي يو اس بي. حلو. خلاص وتدوس نيكست. هيجيب لك الانواع. انت لو هو كيوسيرا تمام. مثلا هتجيب اقرب نوع، تدخل على الكيوسيرا وتختار نوع يكون مثلا لو هو مثلا ابيض واسود تختاره يبقى فيه اي بس. لو هو الوان تختاره يبقى سي اي. اختار اقرب نوع، كله بيشتغل على بعضه. تمام. لو انت ده الكلام ده لو انت مش عاوز تجيب تعريف من على النت. لو انت جبته من على النت حطيته على الديسك توب مثلا بره، هتروح مختار ايه؟ هاف ديسك. هاف ديسك ده يعني بتقول له انا هسحب الدرايفر اللي انا حطيته ده من الديسك عندك. تمام. وتروح له ايه؟ براوز، تختار الديسك توب. هتلاقيه مثلا، شوف انت حاطه فين. مجرد ما تدخل عليه هيجيب لك علامه تدوس عليها اوكي. خلاص كده مجرد ما تدوس اوكي هيظهر لك هنا ان هو ده الديفايس باسم كذا. هتدوس نيكست. نيكست خلاص. انت مجرد ما تدوس نيكست هيقول لي فينش. خلاص خلصت. ولو انت قبل عاوزه الفينش كده بتجيلي كلمه وجنبها مربع صغير المفروض اخش. المربع الصغير ده بيقول لك ايه؟ الديفولت. الديفولت ده اللي هو، خلينا نكمل اهو، ده اسمها كذا ماشي اهو. ده المربع الصغير ده بيقول لك انت عاوزها ديفولت، انت عاوزها تبقى هي الرئيسي. يعني انت ممكن يبقى مثلا عامل 3 4 ودي حاجه زياده. انت عاوزها دي الاساسيه عندك ولا لا؟ ده الديفولت ولا لا؟ ولو انت عاوز تتست اللي انت عملته ممكن تدوس على التست. طب وده انا لا يعني انت رايك اعمل ايه في ان انت لو انت بتعرفها له قول له ان ده ديفولت، علم عليها صح ودوس تيست. لو البرينتر طلع تيست يبقى تعريفك صح. تمام. بس ودوس فينش. انا مش عارف اعمل دي عايز اغير الخلفيه بتاعت الشاشه ديت، ممكن اعملها بلوجو شركه، اعملها باي حاجه. هخش على البرنامج بتاعي 1087 مرتين، الدنيا تتغير معايا. بخش على 224. جميل. بقول ستارت. بخش على حاجه اسمها انستول اللي هو، وبختار اوبننج ايمج يعني ساعه لما المكنه بتفتح، والهوم منيو ايمج اللي هي ساعه ما المكنه بتبقى ايه باك جراوند. مجرد ما هدوس ستارت بس يكون عندي الصور هنا انا مظبطها. دي بقى فيديو تاني نعمل ازاي نظبط الصور دي. مجرد ما هدوس ستارت الخلفيات هتتغير بالايمج بتاعها. عايز اعمل حاجه اسمها سكان فلاشه. طبعا ده بيوفر على العميل وبيوفر عليا. لو انا عايز ورق زي ده اخده معايا مثلا البيت واشتغل بيه وعايز احطه على الفلاشه، بحط الورق كده في الفيدر او في الاسكانر من تحت، بخش على رسمه الفلاشه دي. جميل كده. الفلاشه ما قريتش. طب اعمل ستوب لحد ما نكمل. اهي كده الفلاشه قرت. حلو الكلام. الحاجه دي كلها انا عايز ارميها على الفلاشه، بعمل ستور فايل. تمام اللي هو ده. حلو. انا هنا بهندل الدنيا، عايزه كلر، عايزه بلاك اند وايت، عايزه الكلام ده كله. فهي دلوقتي معموله بلاك اند وايت. عايزها وش وظهر ولا وش بس، وعايز الدينيستي اللي هو الغمقان عايزه فاتح ولا غامق، وعايزها تكست ولا فوتو. الكلام ده انا بهندل منه الدنيا قبل ما اعمل الاسكان. طب انا الزرار اللي بدوسه ده زرار الستارت، اكني هصور بالظبط. فانا دوست، المفترض الورق ده بيتسحب ما بيطلعش، ده بيتعمل اسكان على الفلاشه. حلو. بيبقى دوكيمنت ده بقى. جميل قوي. طب انا دلوقتي الورق ده
قبل ما امشي انا عايز اطبعه، بعمل باك تو ليست، خلفيه لورا. الحاجه اللي انا طبعتها اللي هي عملت لي سكان اللي هم دولت اللي هو الدوكيمنت، في حاجه عجباني عايز اطبعها بعلم عليها صح، جميل، بديله امر برنت، هيطبع الورقه ويطلعها لي عادي. حلو. عايز امسحها، انت فاهم؟ دي كده الطباعه. لو الورقه عندي في الدرج كده في ورقه مش فاهم، انا دلوقتي عايز اطبع اللي هو ده الملف اللي هو دخل هنا، بس انا بكون حافظ اسمه، بقول له برنت، بختار الدرج ايا كان، اروح دايس ستارت. مفترض كده الملف اللي على الفلاشه يتطبع. اهو كل اللي انا عملته سكان اهو، بص اهو كل ده اللي انا عملته سكان لو تفتكر اهو طبعناه. دي طريقه حلوه دي، اللي هو لو المكنه ما فيهاش سكان تو فولدر او لسه هتاخد وقت في الاسكان، فدي اسهل طريقه، دي اسهل اهم حاجات في الفلاشه. دلوقتي انت عايز تعمل باك جراوند بقى، خلفيه للمكنه، هنخش على البرنامج بتاعنا اللي هو 1087. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألتني ان احنا بنشغل المكنة بس الشاشة بتفضل لونها اسود ما بتنورش مع ان المكنة شغالة ودايرة وكل حاجة، فانا جاي دلوقتي اعرفك حل المشكلة دي ايه. بس عايزك تعمل اشتراك في القناة وتصلي على النبي ولايك للفيديو، وتعالى بقى اعرفك. احنا هنا فكين الظهر، تمام، فكين ظهر المكنة من فوق، تمام. البوكس اللي قدامك دوت في المكنة الالوان بيبقى فيه رمتين، رمة هنا اهي، والمفروض بيبقى فيه رمة هنا جنبها، تمام. بس احنا طبعا خالعين الرمة علشان نعرفك المشكله في ايه. انت هتفك الرمة دي والرمة دي، تمام، وتنضفهم كويس بقاي وتنضف مكانهم، بعد كده ترجع تركبهم وتقفل الظهر بتاعك، وان شاء الله المكنه هتشتغل معاك. فاحنا دلوقتي اهو طفي المكنه، تمام، وهنحط الرمة بعد ما احنا نضفناها. في المكنه الالوان بتبقى رمتين، تمام. احنا كده مركبين الرمتين، هنبدا نشغل مكانتنا. تيجينا على الشاشه هتبص تلاقي كلمه ويلكم ظهرت معاك. بالنسبه بقى للمكنه الابيض واسود فبتظهر كلمه ويلكم بس، الشاشه مش بتبقى مطفيه، بتظهر كلمه ويلكم بس وبتفضل معلقه بالشكل دوت. فحل كلمه الويلكم بس في الشاشه ديت بتبقى ان احنا نحلوها عن طريق ان احنا نطلع الرامات بتاعه البوكس دوت وننضفها كويس، بعد كده نركبها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألت على الايرور اللي بيظهر في المكنة الكيوسيرا 7901 أو 7902 أو 903 أو 904 بيكون سببه إيه، فأنا دلوقتي هعرفك الايرور ده تلغيه ازاي بأسرع وقت وبحيث إن هو ما يظهرش تاني. عايزك بقى تركز معايا في الفيديو وتصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولك للفيديو. أنا أول حاجة هنعملها إن إحنا هنفتح البوابة، بعد كده نطلع علبة الحبر بتاعتنا، تمام. بعد كده بيبقى فيه 4 مسامير في الهبر، هنا بيبقى فيه مسمار بس طبعا احنا فكينه علشان نسرع لك الفيديو، وبيبقى في الجنب ده في مسمار تاني برضو احنا فكينه، وهنا وبيبقى فيه تحت علبة العادم دي مسمار، تمام. بنطلع علبة العادم خالص والمسمار الأخير بيبقى هنا تحت، تمام. وبعد كده بنفك الوش دوت بالمسمار بتاعه وبنفك الكابل. بس قبل أي حاجة هنطفي المكنة بتاعتنا، تمام. وبعد كده هنفك الكابل بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألت على الايرور اللي بيظهر في المكنة الكيوسيرا 7901 أو 7902 أو 903 أو 904 بيكون سببه إيه، فأنا دلوقتي هعرفك الايرور ده تلغيه ازاي بأسرع وقت وبحيث إن هو ما يظهرش تاني. عايزك بقى تركز معايا في الفيديو وتصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة ولك للفيديو. أنا أول حاجة هنعملها إن إحنا هنفتح البوابة، بعد كده نطلع علبة الحبر بتاعتنا، تمام. بعد كده بيبقى فيه 4 مسامير في الهبر، هنا بيبقى فيه مسمار بس طبعا احنا فكينه علشان نسرع لك الفيديو، وبيبقى في الجنب ده في مسمار تاني برضو احنا فكينه، وهنا وبيبقى فيه تحت علبة العادم دي مسمار، تمام. بنطلع علبة العادم خالص والمسمار الأخير بيبقى هنا تحت، تمام.
وبعد كده بنفك الوش دوت بالمسمار بتاعه وبنفك الكابل. بس قبل اي حاجه هنطفي المكنه بتاعتنا. تمام. وبعد كده هنفك الكابل بتاعنا بتاع الهوبر، وهنطلع الهوبر عن طريق ان احنا بندوس على اللوك اللي جوه ده، والناحيه التانيه بيبقى فيه لوك شبهه بندوس عليهم لجوه. بعد كده بنطلع الهوبر خالص. انت فوق ولتحت كده بسلاسه بحيث ان هو يطلع معاك. تمام. بس طبعا المكنه دي احنا محولينها ابيض واسود، فال 7901 دوت بيبقى اللون الاسود. طبعا احنا مش مركبين الكابلات عشان نعرفك موضوع الايرور ده بيظهر ليه. الكابلات ديت انت كل اللي هتعمله ان انت هتطلع الكابلات بتاعه المجاميع كلها، تنضفها كويس، وتنضف مكان السوكت دوت، وتنضف الكابلات دي كويس بماده اكواي او بتينر، قصدي او بتربنتينا، بتينر او بتينر، اي حاجه بتجف بسرعه زي مثلا الكحول مثلا. وبعد كده بترجع تركب الجاكات بتاعتك. تمام. بعد ما بتنضفهم كده كويس ترجع تركب الجاك بتاعك وتركبهم وتدوس عليهم كويس وتتاكد ان انت مركبهم كويس جدا ومنضفهم. تمام. وبعد كده هترجع بقى ترجع الهبر بتاعك. وبعد ما تعمل الكلام ده في المجاميع كلها، لان 3 و4 و2 بيبقى على حسب الالوان. تمام. بعد كده هنرجع نركب الهبر بتاعنا تاني. ندوس برضك على الزرارين اللي في الجنب ونبدا نربط المسامير بتاعتنا والكابلات. وبعد كده هنربط مساميرنا ونركب كابل الهابر زي ما كان، وهنرجع نشغل المكنه وان شاء الله الايرور اللي ظهر لك ده هيختفي. والايرور دوت يا جماعه بيبقى بسبب نظافه الكارته. بيبقى الكارته عايز تنضف، يا اما تانك الديفولبر بيبقى فيه مشكله، يعني احتمال بيبقى تانك الديفولبر في بعض الاحيان. بس انا بقول لك على التصرف المبدئي بحيث ان انت تضيع الايرور دوت. تمام. وعايزك بقى تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واي حاجه تحتاجها هتبعت لي في الكومنتات تقول لي مثلا انا عندي عطل كذا، او بيظهر كود كذا، او بيظهر حشر في المكان الفلاني، وانا ان شاء الله اساعدك عن طريق الفيديوهات اللي بنعملها. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للناس اللي سالت على ايرور اللي بيبقى في المكنه الكيوسيرا 7460 بيبقى ايه مشكلته، فانا دلوقتي جاي اعرفك ازاي تحل موضوع العطل دوت في المكنه الكيوسيرا بنفسك من غير ما تحتاج فني او تحتاج مهندس صيانه. اولا انت هتطفي المكنه. تمام. هنطفي المكنه دلوقتي وهعرفك دلوقتي الايرور ده ايه سببه. الايرور دوت بيبقى سببه هوبر المكنه. معنى ان هو اداك الايرور ده فمعنى كده ان الهوبر دوت فيه مشكله. تمام. انا فاكر دلوقتي مسامير الهوبر، ويعني نخلي المكنه في وضع استعداد عشان اوري لك بسرعه. احنا بنفك مسمار، ادي واحد وادي اتنين، ونفس الكلام هنا واحد برضو وادي اتنين تحت اهو برضو بيبقى فيه مسمار هنا رابع. وبعد ما بنفك الاربع مسامير بتوع الهبر دول بنفك برضو مسمار البوابه بتاعت كابل الهبر وبنفتحها كده زي ما انت واخد بالك اهو. انا شايل الكابل حاليا فعلشان كده هو مدي الايرور، فعشان كده انا هعرفك بقى ازاي لما يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألت على العطل اللي بيبقى في المكنة الكيوسيرا 2840 حله ايه، فتعالى دلوقتي خليك تحله بنفسك من غير ما تحتاج مهندس أو فني صيانة. عايزك بقى تركز معايا في الفيديو كده وتصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة وتصلي على النبي كويس. هنطفي المكنة. تمام. بعد كده نفتح الباب الجانبي بتاع المكنة. تلاقي هنا كابل الحصيرة ده تحت السخان على طول. كابل الحصيرة هتفك كابل الحصيرة ده. تمام. وهتنضفه كويس بأكاي أو تينر، وهترجع تركبه كويس. واهم حاجة تتأكد انه راكب كويس جدا. تضغط عليه جامد. نرجع نشغل المكنة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الايرور راح.
اهم حاجه تعمل اشتراك في القناه وتصلي على النبي برضك اللي تالت مره بقولها لك. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للناس اللي سالت على ايرور اللي بيبقى في المكنه الكيوسيرا 7460 بيبقى ايه مشكلته، فانا دلوقتي جاي اعرفك ازاي تحل موضوع العطل دوت في المكنه الكيوسيرا بنفسك من غير ما تحتاج فني او تحتاج مهندس صيانه. اولا انت هتطفي المكنه، تمام؟ هنطفي المكنه دلوقتي وهعرفك دلوقتي الايرور ده ايه سببه. الايرور دوت بيبقى سببه هوبر المكنه. معنى ان هو اداك الايرور ده فمعنى كده ان الهوبر دوت فيه مشكله، تمام؟ انا فاكر دلوقتي مسامير الهوبر ويعني نخلي المكنه في وضع استعداد عشان اوري لك بسرعه. احنا بنفك مسمار ادي واحد وادي اتنين، ونفس الكلام هنا واحد برضو وادي اتنين تحت اهو برضو بيبقى فيه مسمار هنا رابع. وبعد ما بنفك الاربع مسامير بتوع الهوبر دول بنفك برضو مسمار البوابه بتاعت كابل الهوبر وبنفتحها كده زي ما انت واخد بالك اهو. انا شايل الكابل حاليا فعلشان كده هو مدي الايرور، فعشان كده انا هعرفك بقى ازاي لما يكون عندك الايرور ده في مكانتك تعمله بنفسك من غير ما تحتاج فني او تحتاج مهندس صيانه. بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وتعالى اعرفك بقى. احنا دلوقتي هنطلع الهوبر، تمام؟ بعد ما بنطلع الهوبر كده لان هو سبب الايرور، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ الهوبر قدامنا اهو. هتبدا ان انت تجيب مثلا مفك وواحده واحده كده ايه تبدا تضرب على الهوبر بحيث ان لو في اي حبر مكلكع فيه يبقى يعني الحبر المكلكع يتفك بسهوله يعني. تبدا تديله ضربات كده اهو، تمام؟ وهو بيبقى فيه هنا هو فتحه، تمام؟ في الهوبر من فوق وانت بتفتحها وبتجيب بلور، وبتبدا ان انت ايه تنضفه زي ما انت شايف كده وهيبدا يطلع حبر. بس طبعا الهوبر ده سليم فاحنا مش محتاجين الكلام دوت. فانت لو ان شاء الله حصلت المشكله فهتضطر ان انت بالبلاور تقوم جاي مديه بلاور هنا اهوت بحيث ان الحبر المكلكع جواها يطلع. وبيبقى عندك برضو هنا تحت الهوبر اهو هتبقى دي مفتوحه وانت بتعمل بالبلاور من فوق هتسيب دي مفتوحه بحيث ان اي حبر مكلكع يطلع من هنا اهو. وبيبقى عندنا برضو فتحه تانية اهي. كل الفتحات دي هتعملها بالبلاور. وبعد ما تخلص كل الكلام دوت وتحس ان هو خلاص بقى نضيف كويس هتبدا عطل 1950 ده معناه يعني بيقول لك حصيره. غالبا بيبقى الجاك الحصيره اللي تحت. معلش ممكن تنزل كده معايا. الجاك الحصيره اللي هو تحت ده، ادي الجاك ده بيبقى تحت السخان بالظبط. ساعات بيبقى متحرك، احنا ممكن بالظبط يعني نشيل الجاك ده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، ننضفوه كويس بقاية او اي حاجه ونرجع نركبه. واحنا بنركبه لازم تدوس عليه جامد جدا. تمام زي ما حضراتكم شايفين وتجرب ان شاء الله هيشتغل معاك. عايزك بقى تركز معايا في الفيديو ده. عندك مكنه شارب او مكنه كيوسيرا او 4035 او مكنه زيروكس او ايا كان نوع المكنه، عايزك تعرف المعلومه المهمه دي جدا عشان ما تقعش في المشكله دي. لان في ناس ما بتقع فيها لسه مش فاهمين الموضوع دوت وللاسف بيقعوا في مشاكل كبيره وبيحتاجوا صيانه للمكنه من اول وجديد بسبب الخطا الشائع دوت. لما يكون عندك مكنه وانت مثلا لسه جايبها وحاطط فيها نوع حبر، يعني انت دلوقتي عندك علبه الحبر دي وحاطط فيها نوع حبر ايا كان بقى انتجرا نوع حبر عادي ايا كان، اوعك تفكر ان انت تجيب نوع تاني تحطه في علبه الحبر. الكلام ده كله بيمشي على ايه؟ على الشارب والزيروكس والكيوسيرا والريكو وكل الانواع.
اوعك تفكر يكون عندك علبه الحبر في المكنه محطوط فيها حبر وتجيب نوع تاني مختلف تقوم جاي حاطه في علبه الحبر يعمل معاك ارضيه سودا على طول. تبص تلاقي الصوره بقت الارضيه بتاعتها سودا. فاوعك تقع في الخطأ دوت. الحل الصحيح ان انت تعمل ايه؟ تخلي علبه الحبر لحد ما تفضى خالص. علبه الحبر اتاكدت ان هي فضيت، والكلام ده برده في كل المكن، اتاكدت ان هي فضيت خلاص تمام، بقوم جاي فاتح المكنه ومطلع علبه الحبر وحاططها على جنب. والمكنه بردك هتشتغل معاك بردك على كل الانواع. المكنه هتفضل شغاله معاك طبيعي جدا. تفضل مخلي المكنه لحد ما تديك ادنج تونر خلاص، اللي هي تقول لك انا عايزه علبه الحبر، فتبدا ان انت تملى علبه الحبر بتاعتك بالحبر الجديد، وتتاكد ان اللي فيها ما فيهاش اي نقطه حبر من القديم. يعني كمان انت تنفخها ببلاور بحيث ان انت تفضي اي نوع حبر منها. تتاكد ان هي فضيت تماما خلاص، انا ما عنديش هنا في العلبه دي اي نوع حبر. وبعد ما بشيل علبه الحبر كده بقفل الجهاز وبدوس نيكست تمام، واخليها تشتغل بحيث انها تشد الحبر كله اللي في تانك الديفولبر، هي وبردك الكيوسيرة الكبيره والشارب وايا كان نوع المكنه، تخليها تشد كل الحبر اللي موجود فيها. وبعد كده بتملى علبه الحبر بتاعتك بعد ما طبعا بتنفخها من اي حبر قديم، وبتقفلها كويس. وتقوم اول ما تديك ادنج تونر ان هي عايزه علبه الحبر خلاص، تبدا ان انت تحط لها علبه الحبر بتاعتها بالحبر الجديد تمام، بعد ما تتاكد ان هي خلصت من الحبر كله. وتبدا ان انت تشغلها، هتطلع معاك الصوره كويسه. انما انت لو علبه الحبر فيها شويه حبر صغيرين كده، قمت انت جيت حطيت عليها حبر من نوع تاني، لو حتى الحبر اللي انت حاطه دوت نضيف انضف من اللي فيها، برضك هيعمل معاك ارضيه سودا في الصوره. هتبص تلاقي الصوره طالعه فيها ارضيه سودا، وبيبقى منظرها سيء جدا. وطبعا هتحتاج لمهندس صيانه او فني مكن تصوير بحيث ان هو يجي ويفك لك التانك وينضفه لك، وهتخسر حبر وطبعا وهتخسر حاجات في المكنه. فاوعك تقع في الخطأ دوت. وعايزك تعمل اشتراك في القناه وتصلي على النبي ولك للفيديو. وان شاء الله لو عوزت اي حاجه تكتب لي في التعليقات، انا مثلا عندي عطل كذا او عندي مشكله في الصوره كذا، وانا ان شاء الله هساعدك باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كويسين. النهاردة وداعا للحشر، أنا النهاردة أعرفك طريقة بحيث موضوع الحشر لو عندك مكنة في البيت أو في المكتب أو في أي مكان وبتحشر كتير، أنا أعرفك دلوقتي طريقة بحيث إن أنت تلغي موضوع الحشر ده تماما. بس عايزك تركز معايا في الفيديو دوت كويس، وتصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو. وتعالى بقى أوريك تعمل إيه بالظبط. أولا إحنا عندنا هنا ده الدور تمام. أنت لو نقلنا كده بصينا تحت هنلاقي حاجه هنا اسمها طقم بكر. طقم البكر دوت انت لازم تمسحه بحاجه كويسه جدا لو مش هتغيره. يعني ده الحل ايه الاوسط بحيث ان احنا نخلي المكنه تشتغل كويس، لان البكر ده بيتغير كل فتره. فتمام احنا دلوقتي مش هنغير البكر، فعايزين يعني ايه نظبط الدنيا بحيث ان المكنه تشتغل كويس. فانت هتجيب كهنه مبلوله، حته خرقه كده تكون مبلوله تبللها كويس وتكون عصيرها، وهتبدا تمسح البكر بالشكل دوت، اللي هو تديله مسحه وتلف البكر وتديله مسحة تانية كده، تفضل تمسح فيه وتلفه بحيث ان على تحس ان اي بودرة تكون موجودة عليه تتمسح تمام. بعد كده تبدأ تركب الدور. هتلاقي هنا بكرة برضك هتديها مسحة كده. دي البكرة اللي بتحجز الورق، يعني ساعات بيبقى في أجهزة من ديت بسبب البكر ديت بتاخد بالورقتين وبالتلاتة، فدي برضو بنمسحها كويس كده تمام. وبنفتح هنا الباي بوس، هتمد ايدك كده تحت في النص هتلاقي هنا في بكرة هتحس بيها، بس انت عشان بس الاضاءة عندي ضعيفة هتمسح البكرة برضو بالكهنة تمام. وبعد كده هيبقى عندك الفيدر لو بيسحب، عشان يسحب معاك كويس الورق فلازم تنضفه برضك هو كمان. هو في بكرتين، بكرة هنا وبكرة هنا واللبادة، فانت برضو بالكهنة المبلولة تبدأ ان انت تمسح البكر ده كويس جدا كده بحيث لو عليه اي تراب او عليه اي بودرة تتمسح معاك. وهتمسح اللبادة دي كويس جدا تمام. هو كده المفروض ان انت مسحت طقم البكر اللي موجود في الجهاز كله، والجهاز المفروض ان هو كده هيشتغل معاك باذن الله طبيعي جدا، وهيبقى الحشر قليل جدا. دي قناه اكاديميه اسكندريه، وان شاء الله عايزك تتابع كل جديد. بس قبل اي حاجه عايزك تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وعايزك تتابعني بجد لان عايز اساعدك في اي حاجه. ولو عندك عطل في مكنه كيوسيرا زيروكس ريكو شارب ايا كان نوع المكنه، ابعت لي مثلا في التعليقات، قول لي مثلا عندي مشكله كود كذا او عطل كذا، وانا ان شاء الله هساعدك. واي حاجه انت محتاجها انا تحت امرك. السلام عليكم.